كيفاش هاد النظارة ديال فيجن برو يقدروا يدمروا العالم؟ لأننا أولًا شركة أبل هي واحد الشركة كتعتبر من أهم الشركات اللي كاينين في العالم، والأسهم ديالها اللي طالعين، وكذلك الميزانية ديال الدولة ديال هذيك الشركة بالضبط اللي كذلك كتساوي الدول، كتساوي الميزانية الناتج الداخلي ديال عدة دول، من بين هاد الدول هي فرنسا. تخيل معايا أبل كتساوي الميزانية ديال شركة واحدة اللي أبل اللي كتساوي كذلك هاد الشركة ديال فرنسا ككل، الناتج الداخلي ديال فرنسا. اولا هي عندها بزاف ديال هاد الشركه ديال ابل عندها بزاف ديال متعدده الجنسيات، اي بلاصه اي مكان كتلقى شي واحد فيه الضوء كتجيبو. ذلك هذه كتسمى الشفر او سرقه الادمغه. سرقه الادمغه، والدومين ديالها باختصار الدومين ديالها هو كتميز عندها واحد الاهتمام كبير بالدومين ديالها بشكل عام، وهو بما يتعلق بالالكترونيات. هذا هو الدومين ديالها، وحاليا كاين المقر ديالها في امريكا. اولا الاخوان العالم مش هذا الكوكب الارض داز ثلاث المستويات منذ خلق الله سبحانه وتعالى ادم. كاين ثلاث المستويات، كاين ثلاث التطورات اللي هي رئيسيه. كاينه الثوره الفلاحيه، وكاينه الثوره الصناعيه، وحاليا كنشاهدوا واحد الثوره اللي خطيره وصعبه وما كنقدروش نلوموا، وبزاف ديال بنادم ما يقدرش يواكب هذه الثوره اللي هي الثوره الرقميه. لان هذه الثوره الرقميه اللي خرجت علينا على حياتنا، لانه خرجوا التليفونات، كانوا نوكيا، كانوا بزاف ديال التليفونات من قبل، وحاليا كاينين تليفونات اللي متطوره ما بقاوش كتواصل مع العالم بكليك واحده. تخيل معايا بكليك واحده كتواصل ليا مع العالم كامل من خلال الهاتف. وكذلك خرجت علينا، ما بقيناش اول مره كتخرج انفو كتخرج من البيت كل واحد كتشوفو هاز التليفون قدام عينيه، كتطلع للطوبيس كتلقى بنادم هاز التليفون، كتمشي للشركات كتلقى بنادم هاز التليفون. لذلك الهاتف سيطر لنا على دماغنا بواحد الشكل اللي كبير. ولذلك وهي عاوتاني هاد الشركه ابل خرجت لنا واحد المشقوف، وماشي شي مشقوف اللي ساهل، ولكن مشقوف اللي صعيب صراحه الله، وعنده واحد الارتباطات اللي كبيره، لانه كيجمع لنا بين العالم الافتراضي والعالم الواقعي. أول نظارة من إنتاجها للواقع المختلط الذي يمزج الواقعين الافتراضي والمعزز أي AR and VR. يتحكم هذا المستخدم عبره في التطبيقات والشاشات الافتراضية من خلال حركات عينية وإيماءات، إضافة إلى أوامر صوتية. فبنقرة واحدة تكفي للمستخدم لاختيار درجة الانغماس في العوالم والانتقال من هذا الواقع المعزز. تخيل معايا الاخوان صراحه الله، هذوك اللي شراو كاين مقاطع اللي انتشرت بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي، هذوك اللي شراو كيفاش كيتعاملوا في نوتر سوسيتي، كيفاش كيتعاملوا في المجتمع، كيفاش كيمشيو، كيفاش الى اخره. تخيل معايا انت ماشي وكتبدا تحرك يديك بحال هكا. بحال هكا. دونك اي واحد اللي ما كانش عارف هذا الجهاز غيقول مع راسو اول فكره غادي تجي غيقول الله يعفو عليه، هذاك راه بيت. لذلك اخوتي خواتاتي الثمن ديال هذا الجهاز تخيل معايا 3493 على ما اعتقد دولار. تخيل معايا اختي ولا خويا، عطيتك هذا الثمن، هذا المبلغ، جاك هذا المبلغ، واش تقدر تشري هذا الجهاز ولا لا؟ كتب لنا في التعليقات. تهلا.